السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة. بلا ما نوصيكم الا كانت اول مره ما تنساوش تابوناو باش يوصلكم كل جديد. ودابا ندوزو للفقره الثانيه في وحده العلوم الانسانيه، وهي التفسير والفهم في العلوم الانسانيه. اذا كانت عمليه التفسير تحتل مكانه خاصه في العلوم الحقه، فهل يمكن القول بامكانيه التفسير في العلوم الانسانيه؟ هذا هو الاشكال اللي غنحاولوا في هذه الفقره نجاوبوا عليه. واول فيلسوف هضر على هذا الشيء هو كلود ليفي-ستروس، اللي عاش القرن العشرين كامل تبارك الله. هو فيلسوف فرنسي. في 1973 دار الأنثروبولوجيا البنيوية، واللي قال فيها وضعية العلوم الإنسانية وضعية حرجة، فهي ليست بعلوم تفسيرية ولا بعلوم تنبؤية، فهي تقع بين التفسير والتنبؤ. فبالنسبة لي العلوم الإنسانية بحال وقفت بين بينين، يعني ماشي هي علوم تفسر الظواهر واحد التفسير مضبوط فهي علوم تفسيرية ويمكنها تصنيفها من علوم تفسيرية، ولا هي علوم تعتمد على التنبؤ بطريقة يعني مطلقة، لأن وما يمكنناش فهي كتستعمل التفسير والتنبؤ معا. فهي لا تفسر الظواهر تفسيرا نهائيا ولا تتنبأ بيقين تام. إذا بالنسبة لكلود ليفي-ستروس لابد للعلوم الإنسانية أن تشتغل على نموذج العلمية الذي أثبت جدارته في مجال العلوم الحقة إذا أرادت أن تكون علوما ذات فاعلية وتأثير. فبالنسبة لليفي-ستروس قال أن العلوم الإنسانية خصها حذو العلوم التجريبية. هذا هو الخلاصة، يعني خصها تاخذ النموذج العلمية اللي أثبت الجدارة ديالو في العلوم الحقة. عاد إلا بغات هذه العلوم الإنسانية تكون عندها واحد الفاعلية والتأثير العلمي. هذا الشيء اللي قالوا كلود ليفي-ستروس. دابا نشوفوا فيلهايم ديلتاي اللي عاش وفيلسوف ألماني وعاش في هو في القرن العشرين. فبالنسبة لديلتاي رفضا تاما استلهام نموذج العلوم الحقة وتطبيقه على العلوم الإنسانية، وقال أن التجربة الإنسانية تجربة كلية وليست جزئية يتدخل فيها ما هو نفسي واجتماعي، فالظاهرة الإنسانية تفهم وتؤول ولا تفسر. يعني بالنسبة له هذا استلهام النموذج ديال العلوم الحقة هو بالنسبة له التطبيق ديالو يستحيل أو لا يصعب على العلوم الإنسانية. علاش؟ لأن الإنسان كلية فيه تدخلات كثيرة، ما هو اجتماعي ما هو نفسي سيكولوجي. فهاد الانسان ما يمكنلكش تجزئوا وتخضعوا مثلا التجربه وتخضعوا التفسير كما كان نديروا في العلوم الحقه، بل خصك تاخذوا بالكليه ديالو، ويصعب انك تحصر كاع الامور اللي كتتعلق به. فدائما الظاهره الانسانيه كتبقى واحد الظاهره يعني تؤول وتفهم، ولكن ما يمكنلاش تفسر واحد التفسير دقيق. فالمناهج التجريبية الموضوعية تعجز عن النفاذ إلى المعنى العميق للتجربة الكلية. إن الفهم والتأويل هما اللذان يقودان إلى النفاذ داخل الحياة الممتلئة والدالة. فبالنسبة لديلتاي قال أن المناهج التجريبية عاجزة على أنها تدخل. علاش؟ لأن ما حتقدرش تجزأ الإنسان المجموعة ديال أجزاء وتجرب وتحاول معه. هو خصك تاخذه كلية. وهذه العلوم التجريبيه بالنسبه له او المناهج التجريبيه عاجزه على التعامل مع الانسان ككليه، كتجربه كليه معيشه بكل التجليات ديالها وكل الاشياء اللي كتداخل فيها. فبالنسبه له اقرب حاجه هو الفهم والتاويل، فهموا الظاهره الانسانيه ونحاولوا ناولوها باش عاد نقدروا ندخلوا في هذه الحياه الممتلئه بالدلالات العميقه. فاذا كانت العلوم الحقه قد حققت تقدما بفضل عمليتي التفسير والتنبؤ، فإن وضع العلوم الإنسانية لا يزال يتأرجح بين التفسير والتنبؤ. إنها علوم محكوم عليها أن تظل في وسط الطريق بين التفسير والتنبؤ. هناك فرق بارز بين موضوع العلوم الطبيعية وموضوع العلوم الإنسانية. يفرض على العلوم الإنسانية منهجا يلائم موضوع الإنسان، وهو منهج قائم على الفهم والتأويل. فكخلاصة يمكن نقولوا بأن هاد الرجوع يعني واحد كيرجح للعلوم التجريبية والآخرون يرجحون إلى أن العلوم التجريبية ما يمكنلاش تطبق على العلوم الإنسانية، كيبين على أن كاين واحد الامتياز عند الإنسان، واحد الخصوصية اللي خص تحترم في عملية يعني تحليل الظاهرة الإنسانية. يعني كما كنعرفوا في تجربة الإنسان تجربة يعني
عامره بالتدخلات، فصعيب عليك على انك تفسرها بديك التفسير المنطقي. فضروري تحترم الخصوصيه ديال الانسان وديال التجربه ديالو الكليه في هذه الحياه، وليت كتداخل فيها الذات العالم، وهذا كل جزء كيكمل جزء اخر في محاوله الاحاطه بالعلوم الانسانيه. كنتمنى على ان هذا التفسير كنا الاعجاب ديالكم، والمحاوله تقريب الفهم ما امكن تكون كانت موفقه، وما تبخلوش علينا بانتقاداتكم ولي غمارك ديالكم اللي حنا كنتقبلوها برحب بصدر رحب. ساعه سعيده، الى الفيديو القادم ان شاء الله.